عيدكم مبارك، ينعاد عليكم بالصحة والهنا. لعقوبة العام الجاي إن شاء الله، ونتمنى تكونوا كامل هانيين ومتهنيين. الفيديو تاع نهار اليوم اللي هو فلوج مع كيف حضرت طلبيات العيد وكيف وجدت للعيد وأيامات العيد كيف عقبتهم، وين رحت وواش وجدت. كلش راح تلقاوه في هذا الفيديو. فرجة ممتعة. اول حاجه راح نبداها في الفلوق تاعي اللي هي الحلويات. هنايا كنت نوجد في طلبيات العيد، كانت عندي مخبز. لهنا بديت اول حاجه بالديكور. عجينه السكر كنت استعملت لا مارك سافار، شوفوا الشرط طباب تعطيكم واحد اللمعان، وكي نكون نخدم بها ما تلصقش، هذه اللي تعجبني فيها. هنايا كنت حليت العجينه ومن بعد بديت نطبع فيها بالطابع تاع الورده باش نشكلها كيما طلبت الزبونه. وانا ديما نخدم على طابي باش هكا ثاني تجيني خدمه سهله، باش العجينه تتنحالي فاسيلمون كيما راكم تشوفوا. هنا راح نطبعهم كامل، جاتني شويه خشينه، راح نعاود نحلها. ولا هنا كيما راكم تشوفوا راني نحل ديريكت بالقنوط او الحلال اليدوي، كل واحد كيف يسميه. شوفوا كيفاه العجينه ما لصقتليش نهائيا في الحلال اليدوي، شوفوا كيفاه تلمع. هنا بعد ما كملت طبعتهم نحتاج هذا القلم اللي فيه هذا الشكل، يعني جاي مسنن كما نقولوا. راح نعطي لهذيك الوردة هذا الشكل، شغل خطوط، يعني في كل نص دويرة راح تجي فيها هذيك الرسمة تاع الخطوط. ودوكا نبدا نخدم في هذاك الوردة، نروح للحافة تاع الوردة ونبدا نروح ونجي هكا ونضغط في نفس الوقت، مش تضغطوا حتى نقطعوها. ها نرجع بنفس الطريقة نشكل هذوك الخطوط. ونجيب الأقلام اللي فيهم هذا البومبي ونبدأ في الحواف، نروح ونجي باش نعطيها الشكل تاع الوردة. ونجيب هذاك الخاص بالحلويات، أنا ما نستعملش نهائيا تاع البيض، يعني واحد يحط فيهم البيض وبعك الورد أنا ما نحملش. من بعد نجيب هذا المول سيليكون باش نخدم هذيك البيتيلا او تجي في النص تاع الورده. هنا كنت طيبت المخبز وطليته، والوردات هاهم ينشفوا كيما راكم تشوفوا، واللي تجي في النص ثاني راهي تنشف. هنايا نخدم المخبز تاعي ونحيه نخليه ينشف مليح. من بعد نبدا في الديكور، يعني نبدا نلصق الوريدات. عندي الغراء خاص بالحلويات، راح ندير شويه في النص باش نحط هذوك اللي خدمتهم اللي يجيو في النص. كنت درت لهم الملمع خاص بالحلويات اكيد ذهبي، كنت لمعتهم كامل باش يوليو لي ذهبي ونحطهم في النص. لهنا تحبوا تستعملوا غراء خاص بالحلويات والا الجليكوز ولا شويه عسل، ولا ديروا من الطليه. انا نفضل يا غراء خاص بالحلويات اما عسل والا جليكوز تخففوه بشويه ما. من بعد راح نجيب الغراء وندير شويه هنا في النص، هذا الذهبي اللي كنت يعني لونت به هذوك اللي جايين في النص، يعني مش حاجه ما همش حيبان. راح ندير شويه غراء ونحط الوريدات اللي كانوا نشفوا هكا في النص. هنايا نعطيكم ملاحظه، تقدروا تحطوهم في ليكيسات، توجدوهم ديريكت في ليكيسات. انا هنا كنت درت في ليكيسات وحبيبات هذو اللي قعدوا باش نصوره لكم حطيتهمش في ليكيسات. انا يا الطريقه اللي نديرها نحط في ليكيسات ومن بعد نبدا نحط نلصق في الوريدات باش تكون خدمه سهله وفي الفم نحط. وهذه هي النتيجه تاع المخبز. دوكا بديت نحط فيهم في لي بواط باش هكا، لانه ما بقاش العيد يعني بقاو يومين هكا، باش نرتبهم وهكا الزبونه كي تجي تدي كاطوها تلقاه واجد. ما صبرتلكمش كلش ضيق الوقت، وراكم تعرفوا عاد عندنا مسؤوليات تاع طفل وتاع عائله هاكم تعرفوا. هنايا كنت ثاني درت القريوش، كانوا عندي عفوا زوج طلبيات، وحده كانت فيها 50 وحده 40.
لهنا ثاني بعد ما خدمتهم وكملت حطيتهم في لي بواط ودرت كيس بلاستيكي اكيد باش ما يمصش ليدام. وثاني برانس تاع الشخشوخه ثاني وجدوا تغلفوا بالبابي فيلم. وكان ثاني طلبيه تاع مقروض. هذا ما صبرتكمش كما قلت لكم الطريقه كيف كنت نخدم لضيق الوقت. هذو هما الطلبيات كنت وجدتهم عمرتهم في لي بواط وعيطت لما ليهم باش يديوهم. اللي خلاو رقم الهاتف هاني عيطت لهم واللي عطيتهم التوقيت قال ليله العيد يومين قبل العيد يهزوهم. وهنا كنت كملت قطوية تاع العيد وبالطلبيات. وهذا النهار هو يوم عرفة الصيام والخرفان تجي ونوجدوا رواحنا للعيد. وهنا بني وش نقول لكم راهو عاجبو الحال. روحوا ماما هنا يا بني وش نقول لكم ما فاهم فيها والو. ما عرف يقدم ما عرف يروح ما عرف يجي. روح عند خروفه روح عند خروفه روح هناك بنع قهاري خليه يا نبي يا نبي يا بلوبي وسا هو يضحك. انا عرفتها هكا ما بغاش مشو فيها بابا. ودركا جا دوري نتهلا في روحي. دركا نوجدو روحنا للعيد مع تعب تاع لي كوموند وهاكم تعرفوا. وهنايا صبحة العيد نفت بكري. شوفوا الجو هايل مع المطر ومع تكبيرات العيد. كنت كما قلت لكم بكرت باش نطيب خبز الدار نوجدو. هذاك هو بيد ما رجعوا من صلاة العيد نبداو ديريكت في الذبيحة. وبعد صلاة العيد بدينا في الأضحية. هنا راجلي وسلفي راح يبداو يذبحوا. بداو بتاع دار شيخي من بعد التاعنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم شكرا بيطلع اخر. بسم الله الله اكبر. انا هنا راني مضرقه. انا نخاف من الخرفان البنات واش نقول لكم. هنايا راهم يسلخوا في تاع دار شيخي نستنى برك يكملوا باش حنا نبداو. راكم تعرفوا غسيل الكرشه ولا مصارن. هنا بعد ما كملوا الخروف الاول ابداو في الثاني. هنا قبل ما يذبحوا يغسلوا البلاصه اللي راح الجهه اللي تذبح فيها. كاين حتى اللي يسبغوا الوضوء للخروف قبل ما يذبحوه. انا حتى تربط الخروف باش نقرب. لهنا ادم راهو من بعيد يتفرج. حنا كنا كملنا كلش وفي الليل قطعنا الجزره طحنا كاو. واليوم الثاني في دار شيخي لازم يطيب الكتف ويتلموا العائله كامله. وانا ثاني درت كيما دارت هي. عجوزتي كان دارت بربوشه وانا راح ندير شكشوخه اظفر. درت هنايا الزيت والسمن خليتهم ذابوا ومن بعد بسم الله خليهم في الزيت الساع. خليها بالزيت بالسمن ومن بعد كنلوح لها البصله ونزيد عليها البصله نخليها تتقلى مليح ومن بعد نزيد لها الطماطم تاع الحب. ندير لها الفلفل الكحل والملح والطماطم تاع البعض. تحبوا تزيدوا ديروا لها كزبر ديروا. انا ساعات ندير لها كزبر ساعه ما نديرش. ندير غير ملح وفلفل الكحل. دوكا راح نخليها تتقلى في عقلها. ودركا بعد ما تقلات نزيد لها الحمص ونمرقها ونخليها تطيب. اذا حبيتوا تزيدوا فيها الثوم زيدوا. بالنسبه لطريقه الطياب كل واحده طيب كيما تحب ولا كيما تجيها بنينه.
والعظم هذا دوك نخلي عليه يطيب شويه مليح، ونحي هذاك العظم ونخلي اللحم في لاصوص. دوكا راح نغلق عليها ونخليها طيب مليح. درت هنايا شويه زيت، نزيد عليها هنا البصله كنت كرحيتها، زدت لها شويه ثوم، سنينه تاع ثوم، وراح نديرها هنايا كما قلت لكم. هنا اللي درت الزيت ها هو كي راح نخلط كلش مع بعضه ونحطو يفور. الطريقه هذه يا البنات تجي شخشوخ الظفر تاعكم تاكلوا صباعكم وراها. دوكا راح نحطها تفور وندير لها لهنا جبوات فلفل هكذا، نغطيها ونخليها تفور. دوكا بعد ما فارت نحيها من الكسكاس ونبدا نزيد لها مرقه بشويه. نحي الفلفل اللي حطيته يتفور مع الشخشوخ الظفر تعطيها بنه. ودوكا نبدا نشربها بلا صوص، نكون نصفيها اكيد باش تهبطي لاصوص وحدها. وهاد البصله تبقى هنايا هكا. نزيد لها شويه حتى يعني تتشرب لي مليح هذيك لاصوص باش نزيد لها التفويره الثانيه. وهذه البصله اللي قعدت في الصفايه ما نطيشهاش، نعاود نرجعها في لاصوص. دوكا نخليها تتشرب هاد لاصوص ونعاود لها التفويره الثانيه، نخلي عليها حتى تنشف مليح مليح. نزيد نفورها التفويره الثالثه ونزيد ندير لها لاصوص وتولي هكا. شوفوا ماهيش معجنه، كل حبه وحدها. وهنايا كنت صفيت لاصوص ونحيت الحمص وحده. هذا هو اللحم بعد ما طاب. هنا كي صفيته ما صورتش هذاك اللي بقى البصله من فوق، كنت ميكسيتها ورجعتها مع لاصوص. وهنايا درت الشخشوخه الظفر ولحت عليها لاصوص وراح نخليها تتقلى في عقلها تتجمر. خليها تتجمر في عقلها، كي تفوت تتجمر نزيد لها شويه زبده. هنا كي نطفي عليها نزيد لها زبده ونخليه حتى تذوب هذيك الزبده ونخلطها، من بعد نقدمها في صحن تقديم. وهذه هي الشخشوخة الظفر بعد ما وجدتها. كنت درت لها البيض المغلي، الحمص درت لها كامل فوق، هذاك الفلفل اللي كنت فورته مع شخشوخة الظفر حطيته على الجنب، وكنت زينتها بهذه الطريقه البيض واللحم والحمص. من بعد نغطيهم ببابي فيلم باش هكا تبقى سخونه، يعني ما نبقاوش نسخنوا الاخر، لانه مع وجد راح نبداو ديراكت ناكلو. قلت هذيك هي كنستناو شويه اللي مازال ما لحقوش باش تبقى الماكله سخونه. وهنا كنت لبست الادم وجدت له، كنت لبست له هذه خفيفه كنت تعرفوا مع السخانه. كنت شريتها من عند محل طاسيري اللي جايه كيما المسرح، قشها هايل هايل. كانوا البنات خواتاتي يشريو من عندها. هيا جا دوري حتى انا نشري من عندها. هذو الحوايج كامل ب90 اللي كان لابسو ادم، وهذو سيرتو مع السخانه في الليل يرقدوا بهم خفاف. واش نقول لكم، يرقد البيبي الاز. كنت جبت له من عندها هذو الزوج كل وحده ب90 كيما قلت لكم. وكنت ثاني شريت له قش العيد من عند هذو كنت نعت لكم. وهذو ادم لقى راحتو فيهم، باذن الله راح نزيد نشري له منهم. وكنت وجدت عصير لهنا كما تعرفوا مع العيد والسخانه لازمتنا حاجه منعشه وبارده. هنا كنت درت شويه فراز ودرت لها هذا السيرو تاع الفراز من لا مارك سافر. كنت درت مزيج بيناتهم، ومن بعد زدت لهم لاكلاص هكا. لاكلاص كنت درت له ثاني شويه فراز وحبيبات بلا فراز يعني لاكلاص. ومن بعد فرغت عليها غازوز تكون بيضه شفافه هكا، اي نوعيه اي ماركه المهم تكون شفافه. ودرت لها شويه نعناع، ورقه تاع نعناع
وزينتها بالفراز والنعناع. تحبوا ديروا هذيك البريقه كيما تقدروا تستغناو عليها، اعطاتها واحد البنه. واش نقول لكم، الكو تاع الفراز مع السيرو تاع الفراز مع هذيك البريقه تاع النعناع والجازوز ولي كلاص. واش نقول لكم، يعني منعشه صراحه، منعشه منعشه منعشه. يكون متوفر الفراز ديروا الفراز، ما يكونش متوفر في بلاصه الفراز ديروا القارص ثاني تعطيكم بنا. يعني نوعت في العصير هذا، كاين اللي درتو هكا وكاين اللي درت معاها القارص، يعني السيرو تاع الفراز مع القارص لا كلاص باش منها تعطينا هذيك البروديه تنعشنا، ومع الحموضيه تاع القارص والحموضيه تاع الجازوز والفراز. واش نقول لكم، شهيتكم في الجنه، جربوها وردوا لي بالخبر. سيرتو في اي مناسبه هكا، في العيد، في مناسبات، في عرضات، في حفلات، ديروا عصائر كيما هكا تحمروا بها وجوهكم وثاني تستمتعوا من في البنه. اهم حاجه البنه اكيد. وهذه كنت زينتها بهذه الطريقه، كنت درت لها غير السرو والقارص والجازوز اكيد، وشهيتكم في الجنه. وهنايا كلش راهو واجد. شخشوخة الظفر كيما راكم تشوفوا، البربوشه كان درتها عجوزتي. واش نقول لكم، بنينه بنينه بنينه، انا نموت على بربوشتها. ما كليتش شخشوخة الظفر تاعي، كليت غير بربوشتها. حنا نقولوا بربوشه، وكان يقول الكسكس وكان يقول طعام. باذن الله كاش نهار ندير لكم الطريقه تاعها كيفاه طيب هي بربوشتها. هي تنصب وانايا نصور لكم. هنا راح نعطيكم تدبيره اللي تفزد لها الحديد تاعها وتكون مزروبه. ديروا هاد الطريقه، حكموا ليسار تاعكم، ما ديروهش قوي، وحددوا به هكا قشكم البلايص اللي يكونوا مكمشين. وانا هنا قندورتي تكمشت لي، كنت نفرز في القش تاع الشتا والصيف، هيا خلطت كلش مع بعضه وما فقتش كيفاه لحت القندوره تاعي تاع العيد تكمشت لي. هيا حددتها هكا كيما راكم تشوفوا. نهار العيد الاول فيها غير الذبيحه والغسيل وهاكم تعرفوا. العيد الثاني نبداو نستيكي ورواحنا. هنا كنت وجدت حوايجي، راح نستيكي روحي كيما يقولوا. وهذه هي القندوره تاعي تاع العيد، كنت خيطتها عند الخياطه، وخوتها هي اللي دارت لي هذا الرشمه. كنت شفت موديل في الانستغرام، هيا بعثتها لها قلت لها تقدري تخيطي لي كيما هذه. قالت لي بيان سور. كنت بعثت لها القماش، كانت خوتها طرزتها لي وهي خيطتها لي، خرجوها لي توب. يعني قندوره ما شاء الله. اللي حبت تخيط كيفها ولا الخطر تبعثوا لي بزاف تقولوا لي منين خيطتي منين درتي. فيها هذا الحزام. نخلي لكم المعلومات تاع الخياطه في صندوق الوصف او في تعليق مثبت، نخلي لكم رقم الهاتف تاعها. اللي حبت تخيط ولا حبت تطرز ها هو لكم الخط. وكنت وجدت ثاني صينيه القهوه. هذو هما الانواع اللي كنت درتهم في العيد. مقروض نسيت نحطه لهنا. كما كنتم تشوفوا هذا القطوات كنت شاركتكم وصفاتهم في القناه، نخلي لكم الروابط تاعهم في صندوق الوصف. وفي الليل كنا درنا اشوا. هنا كاين اللي درنا لهم ملح وفلفل الكحل، وانا نشتي نداويهم ندير لهم شويه موطارد ملح فلفل الكحل، وندير لهم شويه من الصويا صوص. ولا هنا قعدنا تلمينا، راجلي وسلفي رامي شوي وحنا رانا نشيخو، والولاد مدايرين رايهم، وعقبنا فيها ليله ما شاء الله. وهنايا ثالث يوم عيد راح نسافر. هذا هو قش تاع ادم تاع العيد. كنت شريت له حاجه سامبل مع سخانه يعني، وبيبي كيما تعرفوا يحب حاجه يكون فيها الاز. وكنت شريتها من محل تصيلي، تعجبني سلعتهم مليحه والبري ثاني في متناول الجميع. وهنا حكمنا الطريق مره، ولدي مسكين بكرت له كمل رقادو في البيس واسترجع ذكريات كي كنت نقرا في الجامعه. واول مره راح نزور اشمر، رايحين لدرجه راجلي. هنايا راني نستمتع بالطريق. واش نقول لكم، راني نمشي ونشوف، وراجلي يقول لي كل بلاصه واش اسمها، هذه بوميه، هذه هكا، هذه هكا، هذه هكا. ونقول له انا اول مره نسمع بها، انا اول مره نشوف هذه. وحتى بالجو كان بارد وجو مغيم وهايل، يعني ما حسيناش بالطريق. وهنا كنا وصلنا لشمرة. ادم عاجبو الحال، واش نقول لكم، والمزيه الجو مليح. وهنايا كنا وصلنا.
وصلنا تيت. وانا مع دخلنا فرحوا بينا وفرحوا بادم. هذه ننات راجلي، واش نقول لكم، فرحت بادم، وهذا جدو. كانوا استقبلونا احسن استقبال. من بعد ما روحت من الشمره رحت ديريكت لدارنا، كانت رحمه وجدت لنا هذا القهوه، وهذا هما الحلويات اللي كانت دارتهم. كانت وجدت كلش، والقريوش ما بغاتش تعسلو حتى نتلمو. والعشاء كالعاده والعوايد درنا اشواء تلمينا عليه. وهذا هو فلوق تاع نهار اليوم، وكيفاه فوت ال3 ايام تاع العيد. هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.